إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحانه كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحانه وتعالى هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وحبيبه، أرسله ربنا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا سبحانه موصينا جميعا بتقواه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعيش اليوم مع شهر رمضان. شهر رمضان شهر الصيام، شهر القرآن، شهر الإحسان، شهر القيام، شهر ليلة القدر، شهر الخيرات، كذلك شهر الجهاد. نتحدث عن شهر الجهاد، رمضان شهر الجهاد. ورمضان كما نعلم شهر الخيرات. كلنا يحفظ الحديث عن رمضان وأحكام رمضان، وسنؤجل الحديث عن هذه الخيرات إلى بعد صلاة الجمعة، لكننا سنتحدث عن أن رمضان شهر الجهاد، فيه المعارك والغزوات العظيمة، وكان أولها في الإسلام غزوة بدر الكبرى. ثم
فتح مكة، هذا فتح عظيم. غزوة بدر تسمى غزوة الفرقان لأن الله فرق بها بين الحق والباطل. وفتح مكة كان فتحا عظيما ونصرا عظيما من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم من المعارك الفاصلة والمعارك العظيمة في شهر رمضان معركة القادسية كانت بين المسلمين سنة 15 هجرية وبين أعدى الدول وأقوى الدول في ذلك الوقت وهي الفرس. فارس والروم كانت في ذلك الوقت أقوى وأعدى الدول، وانتصر فيها المسلمون على الفرس بقيادة سيدنا سعد بن أبي وقاص. ثم أذكر من المعارك معركة حطين، دي كانت بين اليهود والمسلمين بقيادة القائد المصري قطز، سيف الدين قطز. والمعركة الفاصلة أيضا كانت قبلها التي قادها صلاح الدين الأيوبي مصري من المماليك. انظر إلى هذه المعارك كانت أيضا بين اليهود وفلسطين. ثم المعركة التي أعز الله بها الإسلام والمصريين وأعاد لهم مجدهم، وهي 10 من رمضان أو 6 أكتوبر. دي أحدث حاجة وكثير منا شاهدها وحضرها، وربما يكون في من شارك فيها لكنه يكون سنه كبير. لكن انظر لهذه المعارك كلها كانت في رمضان. وهذه المعركة الأخيرة بس عندما المسلمين شبه كده قلبهم على بعض، مش اتحدوا، حتى كانوا مش كلهم اشتركوا مع بس، لا كان في مساعدة وكان في نية ان هم يهزموا اليهود، فهزموهم بإذن الله عندما عادوا إلى الله وقالوا الله أكبر. أيها الإخوة الأحباب، نعود للموضوع الرئيسي وهو غزوة بدر. وليه غزوة بدر؟ وليه ربنا كتب الجهاد على المسلمين؟ خلي بالك، من المعلوم لدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو والصحابة قبل بدر 15 سنة ظلم واضطهاد وتعذيب. 15 سنة، 13 في مكة و2 فين؟ حتى لما هاجروا وسابوهم في حالهم ولما هاجروا استولوا على البيوت والأموال. وكلنا حافظ ماذا كان يحدث لأصحاب رسول الله ورسول الله. ما عملوش حاجة بقى، ده هو النبي بيدعوهم للإسلام، نبذ عبادة الأوثان وعبادة الواحد. ليه يقول كده؟ ما تشربوش خمر، هم عارفين ان بعد كده في تبعات. واليهود كانوا يقولوا على المشركين عبدة الأوثان ان هم افضل من مين؟ افضل من النبي صلى الله عليه وسلم، افضل من اللي بيعبدوا الواحد الديان. هذا الظلم لماذا يستمر؟ والصحابه كانوا بيشتكوا سيدنا النبي لسه يقول ما امرتش بالجهاد، ما كانش الجهاد الفرض لسه.
ويصبر في الصحابة ويبشرهم بأن النصر قادم. تخيل، وهم يعني الواحد فيهم يعني كلهم معظمهم بين سيدنا عمر هاجر سرا حتى النبي صلى الله عليه وسلم مستخفي وخايف وعطوان، ويقول ستسير الامرأة الصاعنة يعني المرأة من صنعاء لحضرموت لا تخاف إلا الله. هم في الظلم ده والاضطهاد ده النبي بشرهم، ومنهم اللي يقول امتى الكلام ده؟ فين واحنا فين والتعديل؟ حتى جاء امر الله عز وجل. ولما ياتي النصر ياتي امر الله لا بالقوه ولا بالايه؟ لكن بالاعتماد على الله وبالثقه في الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن عير لقريش قادمة من الشام، قافلة تجارية محملة أموال كتيرة خالص بتاعت مين؟ المشركين. فندب النبي صلى الله عليه وسلم، ندب الصحابة، قال هذه عير قريش لعل الله أن ينفلكموها، تاخدوها مقابل إيه؟ الأموال بتاعتكم اللي خدوها وبيوتكم. اللي له حاجة خدها طبعا خرج ما خدش لا أرض ولا بيت ولا اللي غنم اللي ليه بتسابها استولوا عليها المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص ناخد العيد دي. الكلام ده كان سنة 2 هجرية، وبدأ في رمضان التجهيز للأخذ القافلة، لكن الغزوة كانت 17 رمضان. خرجوا أصحاب النبي وفي اللي مش عارف يعني ما ايه مش مهتمين قوي. ليه؟ ما فيش حد. هم رايحين يعملوا ايه؟ ياخدوا العيد، ياخدوا القافله التجاريه الاموال اللي فيها والبضائع اللي فيها مقابل ايه؟ لكن ربنا اراد حاجه ثانيه وبينها في القران كمان، ان لو المشركين والمسلمين اتفقوا على الغزوه دي ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. خرج الصحابه خفاف لا معاهم سلاح ولا حاجه، 70 جمل يركبوهم لان المسافه بين المدينه وبدر محتاجه ركوب، ومعاهم فرسين 2 من غير سلاح وغير. ابو سفيان كان قائد القافله. ابو سفيان بقى يشوف الاخبار معاه في المعد فين، يبعت ناس يشوف خبر الطريق ايه، فعرف ولا علم ان النبي المسلمين طالعين ياخدوا القافله، فارسل الجيش يلحقوا يحموا الايه؟ الاموال بتاعتها. فقريش اتعنتت ازاي بقى ايه؟ المسلمين ياخدوا ما يبقاش وزن في الدول العربيه ولا في القبائل. فخرجوا كلهم، واللي مش كان فاضي بقى بيبعت واحد ايه؟ مكان منه معظم السعداء والقاده خرج. لكن ابو سفيان غير الطريق، خد طريق تاني وسرع. على ما الصحابه وصلوا لقوه عد، لكن كان خبر ان قريش ايه؟ جايه تحاربه. ابو سفيان رجع عرض تاني لقريش، خلاص القافله عادت ترجع. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال ويتعنت ابو جهل يقول لا مش هنرجع. ليه؟ القافله عادت، لا لازم نروح بدر ونقعد هناك عند بدر وننحر الجذور ونأكل الناس، نطعم الطعام ونسقي الخمر وتغني علينا المعازف والكيعان، نضرب الموسيقى والرقص
ما زالوا يهابوننا، ده دول يخافوا مننا. وربك بقى يجعل له بقى ايه؟ التعلم بتاعه بقى ان يموت في الغزوه ديت قتيل على الشرك لعنه الله. النبي صلى الله عليه وسلم العيد عدت وهو مش خارجين للحرب وعرف انه مش جاي، ماذا يفعل؟ صلى الله عليه وسلم استشار الصحابه، فقال سيدنا عمر قال احسن، سيدنا ابو بكر احسن. فالنبي رجع تاني يكرر ويقول للصحابه اشيروا عليه، فاشاروا عليه مره واثنين. لكن سيدنا سعد بن معاذ من المهاجرين اللي اتكلموا كلهم من الانصار ان احنا موافقين ان احنا نقابل قريش ونحاربها، رغم ان هم كان النبي افضل العلم بقى عددهم كام؟ حوالي 950 لاف، والصحابه 313 300 وما معهمش لا عدد ولا عده ولا حاجه. لازم يستشير الصحابه، وهو كذلك كان مطبقا كما نعلم لكتاب الله. وربنا امر وبين في القران ان المؤمنين امرهم شورى ايه؟ ما حدش ينفرد باي حاجه ان شاء الله مع اولادك، حتى امرهم شورى ايه؟ بينهم. استشار الصحابه، فكل اللي وافد منين؟ من المهاجرين، لكن النبي عايز الانصار لانهم لما بيعوه وعاوز يشوف مدى ايمانهم، ولما ربنا فرض عليهم الجهاد موافقين ولا هيطبقوا ولا؟ سيدنا سعد قال يا رسول كانك تريد، قال نعم او اجل. قال يا رسول الله انما امنا بك وصدقناك وشهدنا ان ما جئت به الحق واعطيناك على ذلك مواتين، وصدقنا والعهود اعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا، فامضي لما اردت. اسمع بقى، فنحن معك. خلي بالك الكلام ده لازم ايه؟ انت مع المجاهدين ولا مع لما المال؟ لا، ربنا فرضوا عليه. هتشوف دلوقتي الادله. شوف سيدنا سعد بن معاذ النبي بيسالهم ليه؟ لانه لما عاهدهم قبل ما يهاجر عاهدهم على ان هم يحموه ويحفظوه ويحاربوا معاه، بس داخل المدينه مش خارجها. لكن شوف الايمان عمل ايه بقى؟ نحن معك فامضي لما اردت. فوالله لو كنت من البحر لله معك. لو عملت ايه؟ ما تخلف منا رجل معك. فقال ابشروا صلى الله عليه وسلم. وقعدوا له كان يموت هنا وعمرو بن هشام هنا وفلان هنا، والاعداد كلهم. وبعدين وصلوا لحد المكان ايه بقى؟ وعرف النبي قد ايه المشركين جايين بيذبحوا كمان، ولسه قدامهم ايه؟ ونزلوا عند بدر. سيدنا جبار بن المنذر قال يا رسول الله انت قاعد هنا ليه؟ المكان ده خلي بالك بدر دي كان فيها ايه؟ عيون ميه. فالنبي قاعد فين؟ في اول ميه. قال له انت قاعد هنا ليه؟ هو المكان ده ربنا امر ابوك ما نقدرش نتكلم ولا نشاور؟ ولا هي الحرب والراي والمكيده والمشوره؟ قال له لا، هي الحرب والراي قال له خلاص احنا نقفل الميه دي كلها ونقعد عند اخر واحده نشرب وهم ما يشربوش بقى. وايه؟ فلما راح وقعدوا في المكان ده وربنا يوصفه كده انتم بالعدوه وهم بالعدوه الكسرى والرجل اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان ايه؟ شغله غزوه بدر دي موصوفه ومشروحه في القران خالص.
وربنا يقول ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله، يعني حبه ثاني. وبعدين في سوره الانفال واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس. عارف ليه هذا بقى؟ اقول بس في القران جوابات. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. الجهاد ده بيعمل ايه؟ بيعمل كده عزة يجلب الانتصار. هي بلد قوية مش ضعيفة، ولذلك من أول الجهاد شوف بقى الإسلام والفتوحات الإسلامية والنصر والعزة للمسلمين قد إيه؟ سووا الجهاد الذل والمهانة والاستضعاف والجعل تاني. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض فآواكم وأيدكم بنصره بكل عشية ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أيها الإخوة الأحباب، شكل دول بدأ القتال وربنا نصر ايه بقى؟ يلعب ويرضى وأرسل معهم الملائكة. أيوه أرسل الملائكة يقاتلوا. والشيطان كان وقف معاهم وقال لهم روحوا ده انتوا ما فيش النهارده قال لحد ما شاف الملائكة نكص على عقبيه وفر وجري. كل ده موجود في القرآن. كل ده تصوير. اقرأ كده في سورة الأنفال وفي سورة آل عمران وانت تشوف كيف أن الله عز وجل أراد عندما آمن الصحابة وصدقوا وطبقوا هذا الشرع هذا الدين شوف ربنا نصرهم بأقل شيء. مفيش مقارنة بين 1300 ومفيش عداد. وربنا سبحانه وتعالى نصرا عظيما مؤفرا وسمى هذا النصر وسمى هذا اليوم يوم الفرقان يوم التقى الجمعان إذ أنتم بالعدوة القصوى وهم بالعدوة والرجل أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. قتل أبو جهل وعمرو بن كذا وفلان واخد بالك والصواريخ كلهم 70 واحد واتبصر 70. تخيل يعني هم اللي قتلوه واثروه نص الجيش بتاع المسلمين حوالي 150 140 هم ما يجوش 600 وقتلوا واثروا دول وهزمهم هزيمه منكره سجلها التاريخ وسجلها العالم كله وأصبح للمسلمين قوة ومنعا وعزة كما قال الله عز وجل. أيها الإخوة الأحباب، لماذا كتب الله الجهاد؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم. ليه النبي هيئ بقى المشركين وقال لهم خد بالك انا بكلمك على برضه اللي بيحصل الايام دي مع الفلسطينيين. عارف لو ما عملوش كده، لو النبي ما عملش كده والفلسطينيين ما عملوش كده ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض. اليهود كانوا يدخلوا مش على يهود بس، على فلسطين، على العالم كله. ربنا اللي بيقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا. دي كانت بداية سنة نزلت قبل الجهاد الآية دي. أذن للذين يقاتلون لأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يظلم أكثر من يتخذ بيتك وأرضك وتضطرب من مكة للمدينة عشان ما عملتش حاجة. في ظلم من أكثر من اللي بيحصل ناس تجي لك في بيوتك تهدها وتطردك ما تخليكش تصلي في الأقصى. أيها الإخوة الأحباب، نريد أن نعرف الإسلام وندرسه بالقلوب
وبالعقول حتى نفهم ما يحدث. النبي رحت تهيئ المشركين عشان تجيب القافله، هتودي نفسك فين؟ تودي نفسك فين؟ ربنا اللي هدى. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الدنيا تفسد، لفسدت الارض. تاخد لنا الصوارع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولا ينصرن الله من ينصره. في 73 كنا قبلها ايه؟ مين اللي فاكر؟ اللي مش فاكر يفتكر. وبقى سهل تكتب على البتاع دلوقتي لو مش عاوز تدور في الكتب وتقدر تقرا التاريخ او تسال الناس اللي حضر. قبل 73 كان في ازمه اقتصاديه. عارف؟ دور على حاجه مش تلاقيها. ايوه. بعد 73 اتغير حال مصر والمدن الجديده واللي ما كانش فيه بقى لا مباني ولا كهرباء ولا مسلح. كانت مش في مساجد لسه عندكم القديمه بالدب فيها طينه كده والطوب الاحمر داش والسقف والمضايف نفس الحكايه والبيوت كلها كانت لسه ما فيش مسلح والدنيا كانت ايه؟ شوف بعدها ايه اللي حصل؟ الدنيا اتغيرت، الاقتصاد، مال، فلوس بعد 73 شوف. وكان بقى واخدين منا قد ايه؟ ولا تقهر الشعب الذي لا يقهر، يذلل العالم كله. بس لما الناس كان قلبهم على بعض وقطعوا البترول، وحتى لو الكلمه قالوا احنا مع مصر ضد اي والله لو الكلمه قالوا احنا مع فلسطين ضد اليهود، لو الكلمه حتى وخدوا موقف من غير ما يعملوا حاجه لا ربنا نصر. لكن للاسف زي ما انت شايف الحال نعود تاني للايه؟ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى ان تكرهوا شيء وهو ايه؟ خير لكم. عسى ان تحبوا شيء وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. لسه هنكمل ان شاء الله بعد الصراحه لماذا؟ ليه ربنا كتب علينا القتال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. استغفر الله. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه الاحباب، يقول ربنا سبحانه وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله. بس هو من ساعة النبي ما جه وقبل النبي سيدنا موسى في عداء كده بين أهل الباطل بين أهل الرسالات اللي من عند ربنا الصدقة الصحيحة وأهل الباطل. والصراع زي ما قلنا المرة اللي فاتت ما بينتهيش. عشان كده ربنا فرض علينا ايه؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فإن انتهوا فلا عقبال إلا على الله. المشركين مرة كده سألوا النبي ده بتحارب في الشهر الحرام، يعني الصحابة كانوا في غزوة وبعدين هم في السفر أو في سرية، فهم ما عرفوش إن في شهر إيه؟ الأشهر الحرام محرم فيها إن احنا نبدأ إيه؟ بالقتال، لكن لو حد قتلنا فيها قتال اللي هم الاشهر الحرام اللي احنا عارفينها ربنا حرم فيها ليه؟ القتال مش الزواج زي ما الناس فاهمه وحاجات كده، لا القتال او الاعتداء. فالصحابه وهم في سريه هل الهلال بتاع شهر حرام وبعدين ايه؟ فهم يعني قتلوا حد او كده، يعني اصابوا حد. فالمشركين ايه؟ انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا في يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، لما انتم كنتم بدلتوه وغيرتوه زي ما ربنا قال وزودتوا وحللتوا وحرمتوا وجبتوا الشهر الحرام في ناحيه ثانيه عشان تحاربوا، والحرب مش مشروع عليك زي
الحرب على الإيدين ده دول كانوا بيحاربوا القبائل الثانية، يخشوا عليهم ياخدوا المال والنساء والأطفال يعملوهم عبيد سبي وهكذا. خلاص؟ ما بالك دي إيه بقى؟ ربنا اللي أذن وأمر وفرض علينا القتال. فبيقولوا يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. ليه؟ عشان يعملوه وصد عن سبيل الله. شوف بقى دي ولا اللي انتم عملتوه صد عن سبيل الله وكفر به. ها؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. وبعدين نعمل معاهدات معاهم والناس النبي عمل معاهم معاهدات وغيره. والموضوع ينتهي ماشي، بس هم مش هيسيبونا. لو سيبناهم مش هيسيبونا، مش هينبعوه. والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ولا يزالون دي ماضي ولا حاضر ولا استمرار. ولا يزالون هي نفسها يتنون طوال لحد ما ربنا يلي في الأرض ولحد قيام الساعة، لحد ما القيامة تكون. ولا يزالون يقاتلونكم مش عشان حتى المال بتاع الأرض بس، لا، حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر وأولئك حرموا أعمالهم في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة الأحباب، ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أن لهم الجنة. إيه عقد معاك؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم عشان دي فيها قتل وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. أيها الإخوة الرحمن، رمضان شهر النصر، شهر الجهاد. رمضان شهر الجهاد. ما تنسوش اخواتكم متبسمين للدعاء وانت فاهم وانت بتقيم الليل وانت في التراويح، وما تنسوش كمان بالتبرع. شوف الهيئات اللي عامله في الازهر هيئه البنوك وفيه بتهيالي جمعيات خيريه في جهات كمان بالمال. انت مش عارف بالمال ده الناس بتجوع ايه؟ ده الناس ميته من الجوع. اسال كده كم طفل مات جوع. شوف تغذيه بص الميه اسال واقرا وانت تشوف الميه مش لاقيينها. تخيل. وبعدين يقول لك هنتفاوض، طب هنبعت، طب هننزل بالطياره، ولا حول ولا قوه. وده كله من الحرب على الدين يا اخوانا والاسلام. ومش هيجي غير الجهاد ويكون المسلمين حتى ولو قلبهم مع اخوانهم زي ما حصل في 73 ورفعوا آية الدين الله اكبر ونصرهم الله عز وجل واعزهم. نسال الله جل في علاه ان ينصر الاسلام. اللهم انصر الاسلام، اللهم انصر الاسلام، اعز المسلمين. اللهم عليك باعداء الاسلام شتت شملهم، فرق جماعتهم، اجعل باسهم بينهم شديد. اللهم من اراد الاسلام والمسلمين بخير فوفقه، ومن اراد الاسلام والمسلمين بشر فاجعل كيده في نحره. اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا في فلسطين، اللهم ثبت اقدامهم، سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم مدهم بمدد من عندك وبجنود من عندك. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم اطعمهم من جوع، اللهم اطعمهم من جوع، اللهم امنهم من خوف، اللهم داوي جرحاهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم
يا رب اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم انا نسالك الشهاده في سبيلك. اللهم انا نسالك الشهاده في سبيلك وموتا في بلد حبيبك. اللهم اغفر ذنوبنا تقبل منا واقبلنا. بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين. اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على حسن طاعتك. امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه. رمضان شهر الايه؟ الصيام. فانت هتستكمل تستعد للصيام. رمضان شهر القيام، شهر المسلسلات. والعجيب يا اخي من نقول الحاله الاقتصاديه عامله خير الحمد لله، لانهم نعمل مسلسلات بالمليارات ولا بالملايين. الناس مش لاقيه. المهم يعني رمضان شهر الايه؟ القران، شهر المسلسلات والاغاني والفسح. خد بالك اوعى يضيعوه منك. هم بياخدوا الفلوس على اساس ان يطلعوك من يعني هي سياسه كده يعني حرب. لما اقول لك هي الموضوع بالاسلام. اشمعنى البتاع ده ما بيحلوش الا كده والفسح والاكل الحلو ما تاكل بس. لا خلي عشان تاكل كتير وتنام ولا ايه؟ ما تصليش وتتفرج على مسلسلات وتنسى القران ولا حول ولا قوه الا بالله. تنسى بقى الجهاد وتنسى. فشوف انت هتستقبل رمضان صح نيتك. حاجه صح نيتك. الاول تبعد عن المعاصي وخصوصا صله الارحام. قطيعه الارحام معصيه وحقوق الوالدين. وتبتدي تصل الارحام وتبر الوالدين. ادي اول. وتاني حاجه بقى تشوف المعاصي بقى. ما كنتش بتصلي. عدم الصلاه دي معصيه. امال ايه؟ هاي اللي ضايع منه صلاه مشروع بتاعها معصيه. شوف بقى كده فتش يعني. بتشرب حاجه اخوان ولا حاجه كفايه يا اخي بقى. باغي الخير اقصر ويا باغي الشر اقصر. ليه؟ ده في عتقاء كل ليله. توحد الله. واحد بقى وصلي. احنا مش في الحب. توحد الله. يا باغي الخير ويا باغي الشر اقصر. ادب مع ربنا وانت صايم. وحتى لو واحد اتانا منها قدر قول له انا صايم. احنا الكلام ده عاوزينه بس عايزين نطبقه بقى ونذاكر بعد بعض يومين. نفتح صفحه جديده كده وخلي بقى صحح نيتك على الاخر. مش هتصلي مع الامام 11 ركعه بس. ما تسيبش الامام وتيجي في النص واول يوم وثاني يوم وبعدين تقول لك هصلي في البيت. صلي مع الركعه وكمل برضه. ليه؟ اللي يقدر يصلي مع الامام مكانه بالحديث لحد ما يخلص ربنا يكتب له القيام ليله وايه؟ كلا تخيل روح كمل. فانت اعمل على هذه لانك انت مش هتسيب من القيام ولا ركعه. حتى العصر اي ميعاد واي مشكله بعد القيام بعد العصر. مش يجي لك الوقت بتاعك ولا الفواتير والمراسيل التمثيلات والتخزر ساعات القيام يجيبوا وقت القيام عشان الناس تدخل. لا حول ولا قوه الا بالله. زي ما بقول لك ايه؟ احنا عاملين زي اللي باع عادلنا هم اشتروا الدنيا بالملايين وعايزين يضيعوا عليهم دينا. ايوه والله انا بكلمك بصدق. يبقى شهر قيام شهر نشوف بقى هتقرا قد ايه؟ تختم قد ايه؟ مش مرة انك تختم 100 مرة وما قدرتش هتجيبوك. انما الاعمال وانما لكل امرئ ما نوى. من هم بحسنه لم يعملها كتبت له حسنه كمان. افرض بقى جات لي نومه وما قدرتش رجلي اتكسر. نسال الله السلامه الجميع. تعبت شويه بقى وما قدرتش اقف اصلي. انا نويت لما اصلي من هنا اصلي فين؟ اصلي في البيت 10 كمان 11 2 طوال زي ما النبي كان بيصلي كده واذن واقعد ادعي. ما قدرت مثلا اكدوا من هم بحسنه فلم يعملها بالضبط حسنه كذا. فان عملها 10 ايه؟ هتصدق بكام؟ ب
وبين المسجد نسيت فيه اصلاحات ولا ايه؟ بس خد بالك غزه اي والله ويدفع الزكاه مش حرام الأيتام مش لاقيين ياكلوا اي والله ما لاقيين حتى بتشوف. تخيل بيتك اتهد ونص العيله مات ولا عيلان شغالين بينا بامهم مات ومرميين في الشارع ولا حد سائل فيهم. اي والله لسه بيتشاوروا. يعني في ناس كده زي مثلا في جمعيات ناس كده عايزين يروحوا يوروا يقولوا لهم يوم الخميس اللي جاي لسه هنبقى نتشاور على ان يعملوا مؤتمر وازاي يدخلوا. يا عم دخلوهم مالكوش دعوه. لا هم يبقى يوم الخميس تخيل على الناس كل مدى تدور ويجي رمضان بعد رمضان وبعدين طب بعد العيد طب امريكا هتسقط ليه وتقابل بتسقط ليه بتدخل وايه مالكوا فيكم بعض وانتوا اللي مانعين عشان تحب تعرف ان هي عدل اسلام مقصوده. ولو مش دول بعدين منهم مين؟ محل احنا ولبنان وبقيه الدول. ما لو مش بحد دول شغلهم عنا ايه اللي هيحصل؟ ما القران بيقول ولولا دفع الله الناس بعضهم فسدا ايه؟ يبقى بعد مين احنا؟ ايوه كده. وبعدنا هيكون بعد المسلمين اليهود كده هم عملوا في سيدنا عيسى ايه؟ هم اللي حاولوا يشوفوا ربنا عن طول. ايوه او يدعوه اقرا واذ قال عيسى ابن مريم اني رسول الله اليكم مصدقا لما ومبشرا برسول يعبد من الايات. بص برضه حاولوا يسلكوه وهم اللي غيروا المسيحيه وعملوها ثالث ثلاثه وتسعه. صلي على الحبيب. عايزين يا اخواننا نستكبر رمضان بالتوبه النصوح العمل الصالح زي ما ربنا يعني سبحانه وتعالى بيبعت منادي حديث يا باغي الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر ولله كل ليله من الارض متقاء من النار. وانه بقى انك تعمل ايه؟ تصدق بكام؟ تبعت كام لغزه الفقراء والمساكين الناس اللي مش لاقيه فطار اللي كانت هتعمل قد ايه؟ انه يا راجل بالملك كله ينفع واحد كان بيسال سؤال لما تيجي تتبرع ملك. لكن لما تيجي بعد توصي بعد ما تموت ما ينفعش عشان تحرق منصب تعمل اكتر من الدين. ده باللي قال. انما سيدنا ابو بكر خد في الغزوه ايه؟ ماله كله. حد مصدق ان ياخد ماله كله ينفع؟ يقول له خد مالك بس انت ايه؟ انك تعمل وما قدرتش بقى وساعة بتاع لقيت ايدك عامله بس هيكتب لك اللي انت ايه؟ اللي انت شوف بقى هتنه تقرا قران تصلي قد ايه؟ تحافظ على النوافل تحافظ على الصلاه والقران كل ده يكتب لك. وبعدين لما تعمله ينكتب ب10 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال الله عز وجل من جاء بالحسنه فله عشر امثالها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها. الله عز وجل نسأله أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يسترنا في الدنيا والآخرة وأن يتوفنا وهو راض عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا رب بلغنا رمضان واجعلنا فيه من الفائزين وعنا فيه على حسن عبادتك وطاعتك. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.